احنا اللي بنحترم حسام بدراوي، صفحة انتشرت بسرعة الصاروخ على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. هذه الصفحة أطلقها مجموعة من الشباب المحب للدكتور حسام بدراوي، والذين تعاملوا معه عن قرب وكأنهم يدلون بشهاداتهم أمام الأجيال القادمة ويسجلون احترامهم عبر السنوات. إنها صفحة لها مدلولات كبيرة وشباب واعد تخطى عددهم 35 ألف شاب وفتاة يتحدثون عن حسام بدراوي على الفيسبوك. معانا ادمن صفحه كلنا بنحترم او احنا بنحترم الدكتور حسام بدراوي، الاستاذ هاني مختار. استاذ هاني، مرحب بيك طبعا في برنامج هنا القاهره. اهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه طبعا برحب بالكابتن مصطفى يونس والدكتور حسام بدراوي وبقاسه الفريق العملي. يعني صفحه احنا بنحترم الدكتور حسام بدراوي، او يعني هي صفحه موجوده على التواصل الاجتماعي على موقع الفيسبوك. يعني نعرف منك الاول الفكره كانت ازاي وليه عملتوا الصفحه دي؟ والله الفكره طبعا هي يمكن بعد الثوره كان في زادت الاقاويل بالنسبه للدكتور حسام بدراوي، خصوصا انا شخصيا شايف ان هو تعرض للظلم لارتباطه بالنظام السابق، خصوصا ان انا شايف ان ده ممكن تكون ميزه اكتر منها ان هي عيب، لان طبعا حد بيكون ملم بالماضي عنده رؤيه للمستقبل، رؤيه انا شايف شخصيا ان رؤيه ثاقبه ورؤيه موضوعيه جدا. فلما يكون حد بيربط ما بين الماضي وما بين المستقبل اكيد بيحاول يجمع حوالينه الشباب. يمكن دي اول سبب. تاني سبب ان يمكن الدكتور حسام بدراوي انا شخصيا كنت بتابعه من ايام انتخابات النادي الاهلي، فحاسس انه عنده فكره للمستقبل مهمه جدا، فانا حابب ان انا ادعمها. ده بالمستوى الشخصي، فعملنا الموضوع انا وصديقي احمد مبارك ومعانا الادمن سوزان وادمن دينا، وحبينا نعمم الفكره. احنا عملنا الصفحه دي بعد الثوره على طول. حسينا قد ايه ان دكتور حسام بدراوي اتظلم من النظام القديم. عارفين كلنا ان دكتور حسام بدراوي ليه ابحاثه عن التعليم وليه مشروعه عن تطوير التعليم. حاسين قد ايه ان احنا كنا محتاجين جدا بعد الثوره نهتم بالتعليم، نهتم باكتر نقول ايه الناس اللي مهتمه بالتعليم في مصر، عشان بعد الثوره عايزين محتاجين هنبني ازاي من غير ما نهتم اول حاجه بالتعليم. عملنا صفحه، لقينا اقبال شديد جدا من الناس. الصفحه وصلت في اقل من 6 شهور اكتر من 30,000. بدأنا نعرف الناس مين هو الدكتور حسام بدراوي، قد ايه ان هو كان معارض من داخل الحزب الوطني، لان في ناس كتير قوي مش فاهمه الموضوع ده. قد ايه ان الحزب الوطني كان عائق لتحقيق ابحاثه ومشروعاته عن تطوير التعليم. حبينا بقى بعد الثوره ان الفكر ده كله يبان، الناس بقى تعرف دكتور حسام بدراوي ونبدأ بقى نشتغل بقى. دكتور طبعا يعني انا سعيد جدا، انا اول مره اعرف الموضوع ده. عبد الناصر ما شاء الله عليك يا عبد الناصر الاعداد. دكتور تقول ايه للشباب الجميل اللي بيحب بلده والناس اللي بتقدر رجال مصر اللي بيحبوا البلد؟ يعني الحقيقه يعني انا مش عارف اقول لهم اشكرهم ازاي على الذوق والفهم والتواصل وتجميع الناس ده. انا حاجات كتيره من اللي هم حاطينها على الصفحه ما كنتش اعرف جابوها ازاي. ده مجمعين كل الفيديوهات وكل المقالات وكل الريبورتاجات. يعني هياخدوا الحلقه بتاعتنا دي ينزلوها يعني. فالحقيقه يعني انا شكري لهم مهما اقول قد ايه ما يصلش الى تقديري الداخلي وحبي واحترامي للمجموعه ديت ولكل اللي اشترك في الصفحه، عشان بيحط مسؤوليه اكبر عليا ان انا اكون حريص وان انا اكون صادق وان انا اكون واضح وان انا ما اعملش غير ضميري يمليه عليا بالعلم وبالخبره لصالح البلد يا دكتور. طبعا. وانا بدوري بحيي الشباب اللي هو فعلا مستقبل مصر، الشباب الواعي، مش الشباب اللي بيقبض والشباب اللي بيكسر